مباحث الإدارة الوطني بشلغوم العيد من تفكيك شبكة إجرامية تنشط على مستوى ولاية وهران، مختصة في النصب والاحتيال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة وبأرقام هواتف غير مسجلة، وكذا استعمال حسابات بنكية رقمية ممنوعة. يتم التفاوض مع الضحية من طرف أحد عناصر الشبكة، في حين يقوم عنصر آخر بالتفاوض مع أصحاب صفحات تعبئة رصيد الحسابات البنكية الرقمية. تم حجز سيارتين سياحيتين مبلغ مالي قدره 2,586,500 دينار جزائري، جهاز حاسوب، 8 هواتف نقالة، بطاقتين مغناطيسيتين لحساب بايسيرا، وكاميرا. بعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.